السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباريات مهمة جدا في الدوري الأوروبي. دي مباريات ذهاب دور ال 16. المباراة الأولى كانت ما بين المان يونايتد ونادي ريال بيتيس، وانتهت بفوز نادي مانشستر يونايتد على أرضه وسط جماهيره بنتيجة كبيرة جدا 4-1. ابتدى نادي مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من ديخيا في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من مارتينيز ودالوت وفاران ولوكشو. كان بيلعب بثلاثة في نص الملعب، فريد وكازيميرو وبرونو فرنانديز. وكان بيلعب باتنين تحت رأس الحربة، وهم أنتوني وماركوس راشفورد، ورأس الحربة الصريح فيجو ريست. ابتدى اللقاء طبعا بضغط كبير جدا من نادي المان يونايتد، وقدر ان هو يجيب جول بدري جدا عن طريق راشفورد اللي استلم الكورة بعد ما اتشاطت وردت من المدافع. استلمها وراح عامل فنت كده، رقص ترقيصه كده ناحيه اليمين، وراح شايط كوره قنبله في الزاويه الضيقه على شمال الحارس، تدخل في المقص الشمال، محرزا الهدف الاول لنادي مانشستر يونايتد. ثم ياتي هدف التعادل لريال باتيس بعد يمكن ما احرز الهدف نادي مانشستر يونايتد. ابتدينا نشوف ضغط من نادي ريال باتيس على نادي مانشستر يونايتد، وقدروا فعلا ونجحوا ان هم يحرزوا هدف التعادل في الدقيقه 32. الكره اتلعبت ناحيه اليمين لبيريز اللي يطلق قذيفه على يمين دخيا، محرزا هدف التعادل لنادي ريال باتيس. وجينا بقى الشوط الثاني، نزل نادي مانشستر يونايتد نزل ضاغط خلاص. يعتبر الشوط الثاني ده كله تقريبا لصالح نادي مانشستر يونايتد. ففي الدقيقه 52 انتوني يستلم كوره من ناحيه اليمين، يعمل فنت كده ويرقص على حدود منطقه الجزاء، ويحط كوره بليسنج كده جميله جدا بشماله على يمين حارس ريال باتيس، محرزا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد. ثم يضيف لوك شو، اسف برونو فرنانديز، عن طريق ضربه ركنيه لعبها لوك شو عرضيه جميله، يدخل على القريبه برونو فرنانديز ويحرز هدف جميل براسه، قنبله براسه في الزاويه القريبه، محرزا الهدف الثالث. ويمكن بعد الهدف الثالث ابتدى خلاص ريال باتيس ما عندوش حاجه يبكي عليها، ابتدى يحاول يهاجم ففتح دفاعاته، وتلقى هدف رابع في الدقيقه 82 من كوره من ناحيه اليمين لانتوني اللي يشوط قنبله يصدها حارس مرمى ريال باتيس، ترد ل فيجو ريست اللي يحطها في المرمى الخالي، وينتهي اللقاء بفوز كبير جدا لنادي مانشستر يونايتد على نادي ريال باتيس في ذهاب دور ال 16 من الدوري الاوروبي. كده نقدر نقول ان مانشستر يونايتد حط قدم في دور الثمانية، ولكن طبعا في مباراة عودة في ريال باتيس صعب جدا ان ريال باتيس يحرز 3 اهداف هناك. المباراة الأخرى كانت ما بين نادي يوفنتوس ونادي فري بورج، اللي انتهت بفوز نادي اليوفنتوس بشق الأنفس بهدف للا شيء. تشكيل نادي يوفنتوس في حراسة المرمى سوزيزني، وبيلعب بأربعة في خط الظهر: دانيلو لويس وبريمر و بونوتيتش والكساندرو. ولعب باتنين ارتكاز: رابيو وباردايس، وثلاثة تحت رأس الحربة وهم كوزيتش ودي ماريا وكييزا.
ورأس الحربة الصريح دوسان فاليو فيتيتش. الهدف جه في الدقيقة، يمكن جه متأخر قوي. الشوط الأولاني كان سيء نادي يوفنتوس فيه، يمكن الماتش كان سجال، ولكن نادي فرايبورج كان أخطر على نادي يوفنتوس، وقدر إن نادي يوفنتوس يخطف الهدف عن طريق دي ماريا من كورة عرضية من كوزيتش من ناحية الشمال، عرضية متقنة يدخل زي الطلقة دي ماريا بدماغه ويحرز هدف كأنه شوطة صاروخ في المرمى، محرزا الهدف الوحيد لنادي يوفنتوس، وينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدف للا شيء. هل يقدر يعمل حاجة يوفنتوس؟ لا، يوفنتوس ممكن طبعا ان هو يتأهل لدور الثمانية، ولكن أداؤه مش أداء يعني ايه، مش مطمئن، يعني أداء ما يطمنش جمهور. عندنا المباراة الثالثة، وهي كانت مليئة بالأهداف مثل مباراة مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة ونادي الأرسنال، اللي انتهت بتعادل الإيجابي 2-2. اللقاء اللي كان بيتلعب في لشبونة في البرتغال. ابتدى الأرسنال بتشكيل مكون من مات تيرنر، وطبعا عاوزين نقول ان اوديجارد استبعد من اللقاء وقعد بارتي في الاحتياطي. طيب التشكيل عبارة عن مات ترينر مات ريز في حراسة المرمى، أربعة في خط الظهر، بين وايت وكيفوير وصليبا وزينشينكو، وكان بيلعب بثلاثة في نص الملعب، فيريرا وفييرا وتشاكا وجورجينيو، وكان بيلعب باتنين تحت رأس الحربة، ساكا ونيلسون، ورأس الحربة الصريح مارتينيلي. ابتدى اللقاء وقدر النادي الارسنال يحرز هدف في بدري جدا في الدقيقه 22 عن طريق صليبه، ثم تعادل نادي سبورتنج لشبونه في الدقيقه 34 عن طريق ايناسيو، ثم اضاف الهدف الثاني بس في الشوط الثاني نادي سبورتنج لشبونه عن طريق باولينيو، ثم هدف التعادل للارسنال في الدقيقه 62 عن طريق موريتا البديل. ده كان لقاء الذهاب اللي اتلعب في البرتغال. طبعا في لقاء عودة هيتلعب في انجلترا على ارض الارسنال. طيب من الثلاث ماتشات دول نقدر نقول ان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد اللي نقدر نقول مطمنين عليه في مباراة العودة، لان نتائج المباريات الاخرى ما تطمنش، ولا نتائج ولا اداء، سواء نادي الارسنال او نادي يوفنتوس مش مطمئنين. نتنقل الى موضوع اخر، وهو دوري ابطال افريقيا. في دوري ابطال افريقيا كان في مباراه اول دوري المجموعات في مجموعه نادي الزمالك، كانت ما بين الترجي ونادي المريخ السوداني، واتاخد عينه من حسام دقدوق لاعب نادي الترجي، وعينه منشطات، والعينه ظهرت امس بانها ايجابيه. اعلن الاتحاد الافريقي ان العينه طلعت ايجابيه لحسام دقاق ودقدوق، وبالتالي من المتوقع ان يتم ايقافه سنه زي ما حصل مع مهاجم فريق الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي. الخبر الآخر وهو طبيب الأهلي يطمئن جماهير النادي الأهلي على عمرو السولية ومحمد شريف، ويؤكد جاهزيتهم للمباراة، ولكن قصة إن هم يشاركوا أو ما يشاركوش دي طبعا حاجة ترجع لمستر كولر المدير الفني للنادي الأهلي. اما عن حسين الشحات فهو بيقول النهارده الامور هتتضح في التدريبات الجماعيه ليله المباراه، هنشوف هل هيقدر حسين الشحات انه يشارك في مباراه الغد امام سان داونز في جنوب افريقيا ولا مش هيشارك.
دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه قادمه من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.